في الفيديو الأخير اللي أنا نزلته على القناة كنت استعرضت معاكم مؤتمر جوجل اي او اللي بتنزله كل سنة، ووريتكم قد ايه الأدوات اللي تم إطلاقها اللي هي أدوات الذكاء الاصطناعي أو تم تحديثها في المؤتمر ده خرافية بمعنى الكلمة، كمية أدوات رائعة. وقلت لكم إن شاء الله إن أنا ناوي أخصص كذا فيديو ورا بعض أستعرض فيها الأدوات الجديدة اللي أطلقتها جوجل، والنهاردة إن شاء الله ده أول فيديو هيكون فيديو عن جيميناي لايف. طبعا كلكم شفتوا في أول فيديو أو أول جزئية أنا اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، وهو جيميناي لايف، إن أنت حرفيا بتقدر تفتح الكاميرا للتليفون أو مثلا يعني أنت بتدردش مع الشات أنا كنت أقول شات جي بي تي معلش، أنت مثلا بتدردش مع الذكاء الاصطناعي وتفتح الكاميرا الخاصة بالتليفون وتوري له أي حاجة وهو يتفاعل معاك مع المشهد أو الشيء اللي أنت بتوريه له. وكل ده على فكرة بشكل مجاني، يعني جوجل أتاحت ده بشكل مجاني، بجانب برضو اللي هو الأداة الأخرى اللي أنت تقدر تتكلم معاه بشكل فعلي، يعني بشكل فعلي يعني وبيتفاعل معاك. وكل ده النهارده ان شاء الله هتكلم معاك فيه. لذلك لو اول ما تشوف قناه اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو لانه بيساعد. ونروح بقى دلوقتي للشرح واقول لك ازاي ان انت تقدر تستخدم اللي هي الاداه الخاصه بجيميناي لايف عندك على التليفون الاندرويد. خلينا نروح لاول شيء واقول لك ان انت ازاي تقدر تفعل جوجل جيميناي عندك على التليفون. اول حاجه تروح عليها هنا عندك على تطبيق جوجل اللي موجود عندك على تطبيق الاندرويد. لو انت ما عندكش تطبيق جوجل ده فانت ممكن هنا تروح بكل سهوله عندك على جوجل بالشكل ده، وهتلاقي عندك تطبيق جوجل اللي هو اول واحد ده، هتقوم عندك هنا مثبته لو هو مش عندك. لو عندك وهو طبيعي اكيد هيكون عندك، هتروح هنا رايح عندك على فتح، ودلوقتي تقدر تفتح انت تطبيق جوجل. بعد كده تروح هنا رايح عندك على صورتك في الاعلى، وتروح هنا عندك زي ما انت شايف على الاعدادات. بعد الاعدادات تروح هنا رايح عندك على مساعد جوجل بالشكل ده. بعد كده تقوم نازل عندك تحت على خيار اسمه المساعدان الرقميان من جوجل، هتقوم دايس عليهم وتختار عندك هنا جيميناي. طبعا انت عندك اللي هو الجوجل اسيست او مساعد جوجل اللي احنا كلنا بنستخدمه، بس عشان تقدر تستخدم جوجل جيميناي هتروح هنا عندك نختار جوجل جيميناي عشان تقدر تستخدم انت بقى جوجل جيميناي عندك على تليفونك. بعد كده تقوم دايس عندك هنا بشكل مطول بالشكل ده عشان يظهر معاك جوجل زي ما انت شايف. دلوقتي انا قلت لك ازاي ان انت تقدر بالفعل ان انت تفعل الجيميناي عندك على تليفونك. نروح بقى دلوقتي يا سيدي للخطوه الثانيه وهو التجربه الفعليه للجيميناي على يعني تليفونك او ميزه اللي هو الجيميناي لايف عندك على التليفون. يلا بينا. ازيكم يا شباب؟ دلوقتي انا في الحديقه زي ما انتم شايفين، وقلت ان انا اعمل اختبار فعلي للاداه اللي هي الخاصه بجوجل جيميناي الجديد او التحديث الخاص بجوجل جيميناي الجديد عشان اشوف بالفعل قدراته عامله ازاي. تمام يا شباب، دلوقتي نبدا التسجيل، ولكن خليني اقول لكم ان للاسف الشبكه عندي هنا في المنطقه اللي انا فيها سيئه جدا مقارنه مع اللهم صل على النبي البيت. كان الواي فاي سرعه سريعه جدا، انما دلوقتي انا بره البيت فالشبكه للاسف ضعيفه شويه. تمام، طيب تعالى بقى دلوقتي نبدا ندوس هنا عندنا ونعمل مشاركه تمام للكاميرا. ازيك يا جوجل عامل ايه؟ كلمني باللهجه المصريه. يا جدع، ايه الحتة الجامدة دي؟ شكلها جنينة عامة وفيها ملعب سكيت بورد كمان. انت بتدور على معلومات عنها ولا ايه؟ حابب ادردش معاك شويه. ممكن تقدر تقول لي ايه العلم اللي موجود على الارض ده هناك؟ يعني هو عباره عن حاجه مخروطيه كده فيها او مرسوم عليها علم. علم ايه؟ انا شايف العلم كويس، ده علم ساو باولو. تحب تعرف معلومات اكتر عن المكان ده؟ لا مش علم، هو علم. هو علم دولة فلسطين بيتكون من 4 ألوان: أحمر أخضر وأبيض وأسود. بس هو مش باين شوية بس عشان بعيد، أنا يعني عارف إن أنت نظرك ضعيف. ماشي، نروح بقى دلوقتي للي بعده. الشجرة دي شجرة إيه؟ اسمها إيه؟ انا اسف بس معرفش قوي في اعلام الدول، بس ممكن اساعدك تدور على معلومات اكتر عنها لو حابب. اما بالنسبة للشجرة دي شكلها يوكا عملاقة، تحب تعرف معلومات اكتر عنها؟ حابب أقول لك إيه الشيء اللي قدامي ده دلوقتي؟ دي شكلها عمود إنارة، ايه رأيك؟ جميلة، بتنور بالليل. تعالى بقى دلوقتي أسألك على حاجة تانية. إيه الحاجات الصفرة اللي في الأرض دي؟ شايفها؟ الحاجات دي عبارة عن إيه؟ أنا شايف أوتاد خشبية مثبتة في الأرض، تحب تعرف عنها حاجة؟ هي مش أوتاد خشبية، هي حديد عبارة عن حواجز، بس برضه هي باينة صراحة إنها خشب بأمانة. يعني أنا برضه عذرك إنك مش هتشوفها بشكل كويس، أي حد يتخدع فيها. يعني النبتة دي اسمها إيه؟ دي نبتة صبار، بس مش باين نوعها بالظبط من هنا. تحب تعرف معلومات أكتر عن الصبار؟ لا ده مش صبار، ركز أكتر. أنا آسف، ده مش صبار، ده نبات سيف المسيح. تحب تعرف معلومات أكتر عنه؟ إيه العلبة اللي موجودة دي دلوقتي على الأرض؟ دي علبة سجاير مارلبورو لايت، تحب تعرف عنها حاجة؟ إيه نوع العربية دي؟ الشبكة وحشة أوي يا شباب. دي نيسان ميكرا. تمام، سنة كام؟ اللوحة مش واضحة، بس العربية شكلها موديل 2018. العربية السوداء اللي واقفة هناك دي عربية نوعها إيه؟ دي جيب رينيجيد. صح.
سنة كام؟ موديل العربية مش باين من هنا، بس هي جيب رينيجيد. تحب تعرف حاجة تانية عنها؟ صح، عندك حق. تمام، انا عارف اصلا العربيه دي لانها عربيه، ما هي مش عربيتي الشخصيه، عربيه واحد صاحبي. يعني هو ايه يعني احين بيسيبها لي الصراحه. فدي العربيه يعني انا بستخدمها. عمود الاناره ده اللي انت شايفه فيه كام لمبه؟ عمود الإنارة اللي في الصورة فيه لمبة واحدة بس. تحب تعرف حاجة تانية عن المكان؟ انا هكون عذرك ان انا بالفعل يعني عملت الكاميرا وبالفعل فيه عمودين، بس متاكد اللي قدامك ده دلوقتي عمود اناره؟ دي علامة مرور، تحديداً علامة ممنوع الوقوف. تحب تعرف معلومات أكتر عنها؟ لا يا حاج، انا عذرك والله، لان فعلا الشبكه زي الزفت هنا. تمام، نروح لحاجه تانية برضو هتكون اخر حاجه. الجسر اللي انت كنت هقع. الجسر اللي انت شايفه ده اللي هو باللون الاصفر ده جسر ايه او عباره عن ايه؟ ده شكله ملعب صغير، ممكن يكون ملعب كرة قدم أو ملعب متعدد الاستخدامات. عندك حق، بس ده بالتحديد عباره عن ايه؟ ده جزء من ملعب رياضي، ممكن يكون ملعب كرة قدم صغير أو ملعب متعدد الاستخدامات. هذا الشيء اللي هو شبه المكعب عباره عن ايه؟ ده جزء من ملعب تسلق صغير، ممكن يكون مخصص للأطفال. عندك حق. هذا القصر الملون، هذا القصر العملاق الذي تراه، لأي من الملوك يكون هذا القصر؟ زي ما انت شايف لا من بعيدة، بس عشان الراجل هيلاعب بنته يعني، فمش عايز اضايقه، عشان بس مضايقهوش يعني. تمام، أنا شايف الزحليقة الملونة دي حلوة قوي. تحب تعرف؟ طب الحمد لله هو عارف انها زحليقة. الصراحة ما رضيتش اروح يعني، عشان ايه؟ يعني ما ضايقش الاب وابنه او بنته، فقلت لا يبقى شكلها بايخ يعني. بس عموما يا حاج تسلم، وانا عذرك وعارف ان انت بالفعل طلعت اجابات غلط بسبب جودة النت عندي. وده يا شباب هو كان اللي هو المراجعة السريعة الخاصة بالتعرف على الاشياء اللي احنا بالفعل شفناها في مؤتمر جوجل. شفت قد ايه دلوقتي اصبح ان الموضوع بالفعل جميل جدا معاك، ان انت تقدر توري له اي حاجه وهو بيفهم بالظبط انت بتتكلم عن ايه، وبيشوف الاشياء وبيقدر يحللها وبيتكلم معاك. طبعا للاسف المنطقه اللي انا كنت عايش فيها، او مش اللي انا عايش فيها، المنطقه اللي انا كنت فيها، اللي انا عايش فيها برضو يعني جنبها، يعني للاسف الشبكه ما كانتش افضل حاجه، رغم ان ده مش العادي، بالعكس انا دايما عندي شبكه جيده جدا. بس للاسف الفتره دي وحظي المعتاد يعني ان اللي انا مثلا الوقت اللي كنت بسجل فيه الشبكه فيه كانت للاسف مش قد كده. طيب نروح بقى دلوقتي للحاجه التانية، وهو تجربه الصوت لايف. بمعنى مثلا انت يعني احنا عرفنا ان في بالفعل في ميزه اخرى، ان هو بيقدر يتكلم معاك دردشه بطريقه واقعيه جدا، وكمان يعني متعدد اللغات. تعال بقى دلوقتي نجربها. لو انت دخلت هنا عندك على جوجل اي اي ستوديو زي ما انت شايف، هتلاقي عندك هنا في خيارين ظاهرين قدامك اسمهم نيو، او انت ممكن تروح عندك على ستريم، وعندك من هنا ستريم هتلاقي عندك هنا في خيارين زي ما انت شايف، اللي هو جيميناي 2.5 فلاش، اللي هو بريفيو، وعندك هنا برضو التاني. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ عندك اول واحد اللي هو الجيميناي 2.5 فلاش بريفيو، اللي هو النيتيف والكلام ده كله، ده باختصار شديد عباره عن اللي هو الميزه المحادثه الصوتيه العاديه، اللي هي يعني اللي هي الطبيعيه، اللي انت مثلا لما تيجي تتكلم معاه بيتكلم زي ما انا بتكلم معاك دلوقتي، انت بتتفاعل معاه وبتكلمه وهو بيرد عليك وخلافه. عندك بقى الخيار الثاني، ده خيار بس مدعم بالتفكير، يعني هو نفس الاول يعني، ولكن مدعم بالتفكير، يعني هو مثلا بيفكر في كلام بعد كده بيرد عليك. بس ده خلينا الاول نبتدي في الاولى دي. تمام، هتلاقي عندك هنا اللي هو ال 2.5 فلاش، وراح هنا جاي عندي على الطاق، ودلوقتي اروح هنا رايح عندي على السماح باستخدام هذه المره. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك اليوم؟ الصراحه صوتها مش عاجبني، فانا ممكن اقدر بكل سهوله اغير الصوت عندي من هنا. ولو انا جيت عملت ريفرش هتلاقي عندك هنا في خيار الفويس. تمام، زي ما انت شايف اقدر اختار الصوت اللي انا عايزه. Got a project in mind? What do you want to explore? Ready to make something amazing? What do you want to explore? خليني عندي على الشخص ده اللي هو اسمه شارون تقريبا او حاجه شبه كده، معرفش. فطبعا اختار عندي اللي هو ال 258 توكن عشان يبقى بالفعل احسن. انا طبعا الصوت الاولى دي ما عجبنيش صراحه، فاروح هنا دلوقتي عندي على طاق. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام، الحمد لله بخير. انت كيف حالك؟ انا الحمد لله. بتتكلم خليجي، ما تكلمني مصري يا عم. حاضر، ولا يهمك، هتكلم مصري اهو. ازيك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، بفضل ونعمه. عرفني عن نفسك. انا بقى اسمي جيميناي، ذكاء اصطناعي من جوجل، موجود عشان اتكلم معاك واساعدك في اي حاجة تحتاجها. بس كده يا سيدي. طيب بتعرف تتكلم لغات اخرى؟ طبعا،
بتكلم لغات كتير قوي. عايزني اتكلم لغة ايه مثلا؟ قول لي وانا جاهز. Então, você entende que eu falo agora? تمام، انت بتتكلم برتغالي، فاهمك كويس. تحب اكمل معاك بالبرتغالي؟ Vamos? Beleza, podemos continuar então. O que você gostaria de saber agora? Estou aqui para conversar. اخدت بالك ثواني معلش بس ارفع الميكروفون تاني لانه بينزل، عشان كده انا فاتحها هنا عندي لما انا عشان محتاج انتر فيس عشان اقدر ان انا اتحكم في النيفل بتاع الصوت عشان ما ينزلش كل مره اشغل الميكروفون عندي على التليفون. بس انت لاحظت ان هو نفس طبقه الصوت، نفس الشخصيه بتكلمني، يعني ما فيش تقريبا فرق ما بين ان هو بيتكلم لغه عربيه باللهجه المصريه، وكمان ما فيش فرق ما بين ان هو بيتكلم مثلا لغه برتغاليه باللهجه البرازيليه. الاثنين يعتبر نفس طبقه الصوت. لو انت لاحظت شفت تغيير اللهجه بسرعه عامله ازاي؟ يعني انا حرفيا كنت بتكلم معاه عربي باللهجه المصريه، اوتوماتيك حول دلوقتي مثلا اللغه البرتغاليه للهجه البرازيليه. طبعا لان عندك البرتغاليه ليها كذا لهجه، بس كان البرتغاليه البرتغال، وتقريبا لو انت ما تفهمش برتغالي استحاله تفهم البرتغال اصلا، كون ان هي اللغه معقده يعني واللهجه بتاعتهم معقده. فاهمني؟ البرازيليه ناعمه شويه زي مثلا الانجليزي اللي هي بتاعت الولايات الزفت المتحده، واللي هي البريطانيه، ففي فرق شاسع ما بين الاثنين. تعال بقى دلوقتي يا سيدي اكمل معاه. Então, eu quero perguntar, você gosta de batata frita? Como uma inteligência artificial, eu não tenho sentidos de gosto, então não posso dizer se gosto de batata frita ou não. Mas entendo que muitas pessoas gostam bastante. E você, gosta de batata frita? Quem não gosta? Todo mundo gosta de batata frita, especialmente quem sempre come a bife de churrasco com batata frita e salada, depois sobremesa de doce, essas coisas gostosas. Delícia. Verdade, é uma combinação muito popular e muita gente realmente gosta. Churrasco com batata frita e salada é um clássico. E a sobremesa é para fechar com chave de ouro. Parece delicioso mesmo. Tá bom, então, olha, eu faço gravação agora de vídeo com você. Normalmente eu vou postar isso no YouTube e vai falar uma palavra secreta. Quem vai entender, escreve no comentário. Rapaz, eu amo vocês. Que bom, fico feliz em saber. Pode contar comigo para te ajudar no vídeo e com a palavra secreta. Vai ser divertido. Vamos ver quem vai entender. هنشوف مين اللي هيفهم السر ده. فأنا قلتها باللغة البرتغالية وخلينا بقى نشوف الناس هتقدر تفهمها ولا لا. تمام جدا. هيبقى مسلي. شوف مين vai entender. Manda ver no vídeo. شفت الميكس ما بين اللغة اللي أنا قلتها وهو قالها، يعني حرفيا هو قدر إن هو يدمج ما بين اللغة العربية واللغة البرتغالية. وعلى فكرة اللغة البرتغالية لغة معقدة شوية مش زي الإنجليزية، تمام؟ لا اللغة البرتغالية معقدة. فتخيل بقى ان هو قدر يعمل مزيج ما بين الاثنين، حاجه خرافه الصراحه. ايه تاني يعني انت شفت المحادثه بتاعته وصلت لايه؟ المحادثه اصبحت شبه واقعيه اصلا. المحادثه بالفعل اصبحت ان هي بالفعل حاجه ممتازه جدا، تقريبا ما بيقعش في اللهجه. يعني احنا شفنا قبل كده من حوالي 3 شهور او شهرين فاتوا، انا لما جيت اتكلمت عندي على التحديث اللي هو الخاص بالجيميناي اللي هو 2.5 برو، تمام؟ وجيت عملت معاه محادثه صوتيه كان زباله، كان شات جي بي تي يتفوق عليه بمراحل. دلوقتي شوف بقى التطور في خلال شهرين بالظبط. دلوقتي جوجل وصلت لفين؟ حرفيا انا شايف ان هو الدقه الصوتيه الخاصه بجوجل انضف بكتير جدا من شات جي بي تي. يعني اعمل مقارنه ما بين الاثنين في المحادثه الصوتيه، اذا كان شات جي بي تي واذا كان جوجل. هتلاقي عندك طبعا جوجل يتفوق في الوقت الحالي بسبب ان هو عنده مزيج ممتاز ما بين اللغه واللهجات المختلفه. يعني كان كلمني بالخليجي، بعد كده كلمني باللغه المصريه او اللهجه المصريه، بعد كده كلمته بالبرتغالي باللهجه البرازيليه، ممكن اكلمه بالبرتغالي باللهجه البرتغاليه، الانجليزي باللهجه يعني باللهجه الامريكيه والبريطانيه والاستراليه وهكذا. لا حقيقي ممتاز في الوقت الحالي. يعني انا انصحك ان انت تجربه، حقيقي ممتع جدا. انت ممكن تخش معاه في محادثه طويله. بتعرف تهمس؟ طبعا اقدر اهمس. تحب اقول حاجه كده بصوت واطي؟ قول لي وانا جاهز. عايزك تهمس للناس تقول لهم يشتركوا في قناه عبد اللطيف سعيد. تمام، ههمس لهم دلوقتي اشتركوا في قناه عبد اللطيف سعيد. كده كويس؟ وقول لهم يفعلوا اللايك كمان. شكرا ليك. ههمس لهم كمان وما تنسوش تعملوا لايك. كده تمام؟ زي الفل يا حاج. تحت امرك يا باشا. اي خدمه تانية؟ الامر لله حبيبي. يلا تسلم لي يا معلم. يلا اشوفك على خير بقى ان شاء الله. وقت تاني كده ممكن ندردش مع بعض، يعني نضيع الوقت مع بعض. حقيقي المحادثه عامله ازاي؟ شفت الواقعيه في الكلام عامل ازاي؟ شفت ان هو بيقدر يغير ما بين اللهجات واللغات عامل ازاي؟ لا حقيقي انا انبهرت جدا بيه الصراحه. طيب هل ده حاجه واحده؟ لا طبعا في تحديثات تانية كتير. انا فقط اتكلمت عن 2 تم اعلان عنهم، تمام؟ وحبيت ان افصصهم لك كده في الفيديو، بس تم الاعلان عن حاجات تانية كتير ان شاء الله هتكلم عنها في الفيديوهات اللي ورا دي على طول. ده كان الفيديو. اسمع كلام جوجل بقى. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو انه بيساعد، واعمل شير طبعا لان خير الناس انفع للناس. واشوفكم بقى باذن الله فيديو جديد ومع السلامه. طبعا كل الرابط مش محتاج رابط اصلا، انت عارف جوجل اي ستوديو وعارف اللي هو الجيميناي قلت لك ازاي تحمله، مش حوار يعني. طيب مع السلامه.